أخيرًا خلصنا من ملف صداع مارسيل كولر. النهارده ورسميًا أعلن إدارة النادي الأهلي عن إنهاء كل علاقاته مع مارسيل كولر بالتراضي، وإن خلاص مارسيل كولر كل حاجة وعلاقتنا مع مارسيل كولر انتهت الحمد لله يعني. بعد ما تقاضى 3 شهور من راتبه، يعتبر كنا عندنا مدربين كنا بنديهم الاتنين رواتب، عندك خوسيه بيرو ومارسيل كولر. بس النهارده الحمد لله النادي الأهلي أعلن بإنهاء اتفاقه مع مارسيل كولر بالتراضي والحمد لله. ده بالنسبه لاول موضوع معانا. الموضوع الثاني معانا اخبار سوق الانتقالات وجديد سوق الانتقالات النادي الاهلي ونادي الزمالك. نادي الزمالك حاليا في الوقت الحالي اصبح قريب جدا للتعاقد مع بيرسي تاو بنسبه 99%. ممكن نشوف بيرسي تاو مع نادي الزمالك في بدايه الموسم الجديد. تمام. ده اول موضوع معانا. الموضوع الثاني معانا نادي بيراميدز يسعى حاليا في التعاقد مع احمد عبد القادر ودخل في الصفقه زي ما قلت لك. تمام. واصبح قريب جدا من التعاقد مع احمد عبد القادر، وعرض على احمد عبد القادر 4 مواسم مقابل ربع مليون. تمام. ده بالنسبه لموضوع احمد عبد القادر. انا في كلام طالع ان النادي الاهلي ممكن يوافق على بيع احمد عبد القادر مقابل ان هو يعمل صفقه تبادليه، ان ان النادي الاهلي يديهم احمد عبد القادر، والنادي الاهلي برضه يتعاقد مع فيستون مايلي مقابل احمد عبد القادر. انا شايف ان هي صفقه مربحه للنادي الاهلي وصفقه كويسه للنادي الاهلي، بما ان احمد عبد القادر عاليته مش سامحه ليه ان هو يلعب في النادي الاهلي. وشايف انها صفقه مربحه للنادي الاهلي، واتمنى ان الكلام ده يحصل والنادي الاهلي يتعاقد مع فيستون مايلي لاعب مهاجم بيراميدز، مهاجم مميز جدا، وان نادي بيراميدز ياخد احمد عبد القادر كده كده مش فارق معانا. اتمنى انها تتم على خير يعني.